السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم يا جماعة برضو في حاجة تخص الحرب الدايرة، ودي أهم حاجة دلوقتي، لأن مصير المنطقة كلها ومصيرنا كعرب هيتحدد في الحرب دي. دلوقتي الإخوة في الخليج عمالين يهاجموا المصريين ويهاجموا الرئيس السيسي ويتريقوا علينا ويتهمونا ان احنا تخلينا عنهم، وان كلمة الرئيس السيسي بتاع مسافة السكة دي طلعت كلام وكلام من هذا القبيل. وطبعا احنا عارفين الاعلام والقنوات الخليجية سواء سعودية سواء اماراتية سواء المنطقة دي كلها مفيش حد يقدر يتكلم في حاجة الا بموافقة النظام الحاكم وبموافقة الامن. اذا الحكومات بتتهمنا ومطلعة الناس دي تشتمنا وتشتم الرئيس بتاعنا، واحنا برضو كعادة الكبار مش هننجر للشتيمة ولا هنرد ولا هنعاير ولا هنقول مصر عملت ايه ليكم ولا الكلام ده كله. خلينا نتكلم بالعقل. اول حاجة، اي جندي مصري او اي جندي عربي هيتدخل في الحرب دي، ده غباء سياسي. والرئيس السيسي راجل مخابرات وفاهم ايه اللي ورا الحرب دي، وفاهم ابعاد كتيرة. وانا قلت وغيرنا قال، غيري قال، لو سمحت بعد اذنكم اسمعوا كلام السيسي في الموضوع ده. واحنا مش ساكتين، بنحاول احنا وتركيا وباكستان والسعودية بنحاول نحل، لان احنا قلنا الحرب دي كل يوم بيعدي احنا اللي بنخسر يا جماعة. الخليج بيخسر، الاردن بتخسر، العراق بتخسر، مصر بتخسر، لبنان بتخسر، منطقة الشرق الاوسط كلها. وان احسن حل وقف الحرب دي تقف باسرع وقت ممكن، مش ان احنا نبعت جنود مصريين ونبعت جنود سعوديين. احنا بنقول ان ترامب عاوز يورطنا في الحرب دي يا جماعة، هو ونتنياهو. هو دلوقتي هنسأل كام سؤال كده